ما سألتش نفسك قبل كده هو ليه اسمه سباق الماراثون؟ أنا هقولك. بس الأول هنتكلم شوية عن السباق ده نفسه. ده سباق جري وبدأ سنة 1896، وما كانش بيشارك غير الرجالة. الحكام وقتها كانوا شايفين إن دي معاناة كبيرة جدا على الستات ومش هيقدروا عليها. وأول واحد فاز بالميدالية الذهبية كان يوناني وكان اسمه سبيرديون لويس. بس سنة 1984 الستات قالك احنا نقدر نعمل اي حاجة وهنشارك في السباق، وفعلا قدروا يثبتوا وجودهم. واول واحدة فازت بالميدالية الذهبية كان اسمها جوان بينوت. تعالوا بقى نتكلم عن التسمية نفسها. المصادر على ويكيبيديا بتقول ان في شخص اسمه فيديبيداس جرى من سهل ماراثون لمدينة أثينا عشان يبلغ أهل المدينة إن هم فازوا في المعركة، وبعد ما وصل وبلغهم مات من كتر التعب. بس التاريخ ليه كلام تاني خالص، وهيرودوت المؤرخ العظيم المعروف بلقب أبو التاريخ بيقول إن فيديبيداس ده مقاتل وعداء قوي في الجيش الأثيني، والجيش بعته لأسبرتا عشان يستنجد بيهم يساعدوهم في الحرب. فجرى 225 كيلو في وقت قياسي جدا. وبعد ما وصل أسبرتا الإسبرتيين قالوا له احنا ملناش دعوة بالليلة دي ومش هنشارك في الحرب. فراح لمدينة صغيرة اسمها بلاتيا، وأهل المدينة فعلا ساعدوا الأثينيين في المعركة ضد الفرس. المعركة دي كان اسمها سهل ماراثون، وفعلا انتصروا على الفرس. وبقى كل سنة في أثينا بيعملوا سباق جري في سهل ماراثون تخليدا لذكرى انتصارهم في الحرب وإن هم قدروا يحافظوا على المدينة بتاعتهم، وبرضو على مجهودات فيديبيداس العظيمة إن هو كان السبب الرئيسي إن هم فازوا في الحرب دي. وكانوا بيوزعوا جوائز عبارة عن أواني فخارية بأشكال مختلفة. وبس يا سيدي، هي دي كل الحكاية.